الذي حدث بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد ليس مجرد خلاف، بل كانت حرب باردة انتهت بخروج مهين. لكن كيف لاعب بحجم كريستيانو يطرد من ناديه القديم؟ القصة فيها كواليس نارية وحقائق لم تقال في الإعلام. عودة كريستيانو إلى مانشستر في 2021. رجع الدون إلى بيته القديم، الجماهير طارت من الفرح والأحلام كانت كبيرة. رونالدو عاد كمنقذ والجميع كان متحمسا، لكن لم تكن الأمور وردية. بداية المشاكل، المدرب أولي سولشاير طرد وجاء رانغنيك، وهنا بدأت المشاكل تظهر. رونالدو لم يكن مرتاحا وطريقة اللعب لا تناسبه، وكل مباراة كانت بمثابة حرق للأعصاب. الانفجار الكبير في موسم 2022، المدرب تين هاج دخل الصورة ورونالدو أصبح مكانه على الدكة، لاعب بحجمه على الدكة. وبعدها جاءت المقابلة النارية مع بيرس مورغان. رونالدو قالها بصريح العبارة: ما في احترام بيني وبين المدرب، ومانشستر يونايتد خذلني خذلان العمر. بعد المقابلة مانشستر لم يسكت، والإدارة اتخذت قرارا صادما، تم فسخ العقد مع كريستيانو رونالدو رسميا. لقد كانت نهاية حزينة لأسطورة بدأت في اليونايتد وعاد لها، وانتهت بالخلافات والطرد الصريح. رونالدو خرج وتعاقد مع النصر السعودي بعد رفض أغلب الأندية الأوروبية التوقيع له، ثم بدأ فصلا جديدا في مسيرته في المملكة العربية السعودية. ولكن قصة الطرد من مانشستر تبقى من أكثر القصص المثيرة في عالم كرة القدم. وداع الدموع حين بكى الكامب نو. الساعة 7 مساء، ضوء الشمس الذهبي يلمع فوق المدرجات الخالية في المكان اللي رسم فيه الفرح، ولدت فيه أسطورة. فجأة أصبح الوداع هو البطل. ميسي ظل مع برشلونة 17 سنة، احرز 670 هدف وحقق 6 كرات ذهبية، وكل هذا ينهار في لحظة بيان صحفي. ميسي الذي كانت ضحكته تضحك مدينة أصبح عنوانا للدموع. يقول ميسي في هذا المؤتمر الصحفي: كنت أحلم أن أعتزل هنا، لكن الحلم انتهى بدون وداع يليق. برشلونة ليس مجرد نادي بالنسبة لي، برشلونة كان حياتي. ما بين الدموع والذكريات رحل ميسي وترك وراءه قلوبا تنبض باسمه، وأرضا لن تنسى خطواته. وفي قلب كل مشجع سيبقى ليو ابن برشلونة حتى لو لم يعد يلعب هناك. ووقع ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن لم تكن الرحلة بالموافقة بالنسبة للبولغا رغم تكدس اللاعبين الموهوبين بجانبة في هذا الفريق، وكأنه كان يقول في نفسه: هذا ليس مكاني. ميسي في باريس، الحلم الذي لم يكتمل. بعد رحلة خرافية في برشلونة وانهيار العقد، فجأة باريس سان جيرمان دخل على الخط وقال: يا ليو، هنا الحلم ينتظرك. وميسي وافق، لكن دعونا نكون صريحين، أول موسم له لم يكن الأفضل. أداء متواضع وتأقلم صعب وإصابات صغيرة أبعدت البولغا. الجماهير مستغربة، هل هذا ميسي؟ وفي الموسم الثاني عاد ميسي الذي نعرفه، سجل 17 هدف وصنع 16 أسيست في الدوري، ومهارات خرافية وثنائيات نارية مع إمبابي ونيمار. لكن دوري الأبطال كالعادة باريس يخرج من الأدوار الأولى، وبعد موسمين انتهت المغامرة. لم تكن فاشلة، لكنها ليست أسطورية مثل ما توقع الناس، لأن باريس لم يحتوي أسطورة مثل ميسي. ميسي في باريس كان فيلم قصير فيه مشاهد جميلة، لكن النهاية كانت هادئة. ثم أراد أن يغير الوجهة تماما في مكان بعيد عن أعين كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع عقدا مع نادي انتر ميامي، وهو يلعب هناك حاليا بعقله وليس بقلبه. لا شك بأن ميسي ورونالدو جعلوا للتحدي طعما ورائحة جميلة، جعلوا من المواجهة متعة لا تكل ولا تمل منها. ممكن تكون أنديتهم المفضلة خذلتهم وأذلتهم في أواخر أعمارهم، ولكن هم كلاعبين لم يخذلون لحظة واحدة، وقدموا لنا مشاهدة ممتعة، وقصة التي كان شاهدا عليها سيرويها لأطفاله وأحفاده في المستقبل. وهنا انتهت أعظم مواجهة وتحدي بين أحد أكبر أساطير كرة القدم إن لم يكونوا الأفضل في كل التاريخ. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.